عارف، إحنا كبشر اتخلقنا بعقل رهيب. عقل لو استخدمتوه صح ممكن يغير حياتك لمرحلة مش هتتخيلها. من يوم ما الإنسان ظهر على الأرض كان عنده ميزة مش موجودة في أي مخلوق، إنه يتخيل، يتوقع، ويغير مستقبله بإيده. بس المصيبة إن أغلب الناس النهاردة مش بيستخدموا الميزة دي نهائي. بيعيشوا يومهم زي ما هو، وبيتصدموا لما يلاقوا حياتهم واقفة مكانها. العلم بيقول إنه المخ ليه 3 حالات كل يوم: حالة صحوة، حالة تركيز، حالة هبوط. والمفاجأة، معظم الناس بتقضي يومها كله في حالة الهبوط من غير ما تاخد بالها. انت عارف ان اول ساعة بعد ما تصحي من النوم، الساعة دي مخك شغال فيها اسرع ب60% تقريبا، بس 94% من البشر بيضيعوها على اول نوتيفيكيشن، اول سكرول، اول بوست من غير معنى. دماغك مهما كان قوي عنده نقطة ضعف كبيرة. هو بيحب الروتين، يحب يعمل نفس الحاجة كل يوم حتى لو الحاجة دي مضيعاه. ليه؟ عشان مخك شايف إن اللي تعود عليه اللا أمان، وأي حاجة جديدة خطر. عشان كده كل ما تيجي تبدأ عادة أو تطور خطوة تلاقي مخك بيبوظها عليك. بس الإنسان اللي بيتطور بجد هو اللي يفهم اللعبة دي. ما يبدأش بتغيير كبير، يبدأ بخطوة صغيرة، خطوة ما بتخوفش الدماغ. لو الكلام ده لمس جواك حتى 1%، اعرف إن الرحلة بدأت، وإن اللي جاي أحسن بكتير من اللي راح لو بس كملت. هل تعلم أن كل من غيروا العالم كان لديهم شيء مشترك؟ لقد عرفوا كيف يتحكمون في وقتهم، لا أن يتحكم وقتهم فيهم. عقلك مهما كان قوياً لديه نقطة ضعف كبيرة، إنه يحب الروتين ويفضل فعل نفس الشيء كل يوم حتى لو كان يضيعه. مخك يرى أن ما اعتاد عليه هو الأمان، وأي شيء جديد هو خطر. لذلك كلما حاولت بدء عادة جديدة تجد عقلك يقاوم. الإنسان الذي يتطور حقاً هو من يفهم هذه اللعبة. لا يبدأ بتغيير كبير، بل بخطوة صغيرة لا تخيف الدماغ، مثل شرب كوب ماء عند الاستيقاظ، 10 دقائق حركة، كتابة هدف واحد، أو 20 دقيقة قراءة. هذه خطوات بسيطة. تكرار هذه الخطوات لمدة 60 يوماً يعيد برمجة المسارات العصبية في مخك. هذا كلام علمي وليس مجرد تحفيز. نجاحك أو فشلك هو نتيجة عاداتك لا نيتك. 80% من سلوك البشر هو عادات تتم دون تفكير. الحقيقة هي أن حياتك لن تتغير وحدها. حياتك ستتغير عندما تتغير أنت. التطور الحقيقي ليس بالقراءة فقط، بل بالفعل. ابدأ بخطوة واحدة فقط، خطوة واحدة تظل ثابتاً عليها. بعد 6 أشهر أو سنة ستجد حياتك قد انقلبت 180 درجة دون أن تشعر. ستتذكر اليوم الذي قررت فيه التغيير. لا توجد لحظة مناسبة، بل يوجد قرار يقول: النسخة القادمة مني يجب أن تكون أفضل.